ازيكم يا رجاله وعاملين ايه؟ انت معاك 3000 جنيه وعاوز تجيب كمبيوتر تلعب عليه وتذاكر عليه وكمان تمنتج عليه وتعمل فوتوشوب كمان عليه، يبقى الفيديو ده ليك. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نبدا حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، وان شاء الله يعود علينا الايام بخير وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وصلى على النبي واحد الله والله وراك صلى، يا ريت تروح تصليها وتكمل الفيديو. اول قطعه معانا واللي بتستخدم في تجميعات ثابت 6000 و7000 جنيه لانه معالج ممتاز، وهو الاي 5 3470. خليني اقول لك مواصفات المعالج ده وليه انا اخترته. مبدئيا المعالج بيجي اصدار سنة 2012، بيجي ب4 كور و4 ثريدز، والتردد الاساسي بتاعه 3.2 جيجا هرتز، وعلى الماكس تيربو 3.6 جيجا هرتز. بيسحب 77 واط، وبيجي بسوكت LGA 1150، وكارت الشاشة اللي داخله هو الانتل HD جرافيك 2500. هو كارت شاشة تعبان جدا للعلم يعني. بيدعم رامات، اقصى حد للرامات تقدر تحطه على المعالج ده هو 16 جيجا رام، وبيدعم رامات DDR3، وسعره متوسط بين 400 جنيه ل 600 جنيه. تقدر تدور على الماركت بتاع الفيسبوك او اوليكس او حتى عند التجار، ويا ريت تروح لكذا تاجر، يعني ما تروحش لتاجر واحد، روح لواحد واثنين وثلاثة، وصدقني هتلاقي السعر المناسب ان شاء الله. القطعه اللي بعد كده معانا وهي البورده، وهي اشهر ما في جيلها، وهي ال H61. البورده دي كويسه جدا للمعالج ده لانه معالج بيسحب 77 واط، وهي تقدر تغذي الطاقه. البورده دي تقدر تشيل اقصى معالج تقدر تشيله هو الاي 7 3470. تدعم اخرها في الرامات 16 جيجا DDR3، واقصى سرعه تقدر تيجي بيها هي 1332. سعرها متراوح بين 400 جنيه ل 600 جنيه. تقدر برضو لو دورت تلاقي سعر كويس. الرامات هتجيب 8 جيجا رام DDR3، ومتراوح سعرها بين 400 جنيه لل 500 جنيه على حسب ما انت بتدور. الكيسة هتجيب اي كيسة عادية، سعرها متراوح من ما بين 200 ل 300 جنيه. ولو تقدر تجيب كومبو كيسة وباور مع بعض، في كيسات كتير بتيجي كومبو مع باور 350 واط، بيجي بكابل 6 بن، وبيبقوا عاملين 500 جنيه، فتقدر ان انت تجيبها. وافضل الباور اللي معانا هو باور عادي خالص برضو 320 واط او 350 واط، المهم يعني يكون بيجي بكابل 6 بن، ومتراوح سعره بين ال 200 جنيه لل 300 جنيه. التخزين اللي معانا هتجيب هارد HDD 500 جيجا، ويكون متوسط سعره بين 200 جنيه ل 300 جنيه لو مستعمل. اما لو جديد فغالبا ممكن يوصل لسعر ال 500 جنيه، بس افضل لك تجيبه مستعمل وهيعيش معاك برضو عادي. ندخل لأهم قطعة معانا، هو كارت الشاشة ملك الليلة وكل ليلة، هو الGTX 650 Ti. قبل ما اقولك انا ليه اخترت الكارت ده، وقبل ما اقولك اختباراته في الالعاب، يلا بينا نشوف مواصفات الكارت. الكارت ده 1 جيجا DDR5، والDDR5 هتسند شوية في الالعاب. كمان 1 جيجا هو قليل بس ماشي دنيته. تم اصداره 9 اكتوبر 2012. يجي بعدد الكودك كورز 768، معماريته 128 بت، وده هيناسب برضو في الالعاب شويه. يسحب 110 واط، ومتوسط سعره بين 750 جنيه ل 1000 جنيه. ليه اخترت الكارت ده؟ مبدئيا سعره كويس، اداء كويس في الالعاب، وللعلم الفيديو ده احنا هنجرب فيه 8 العاب ويلا بينا نروح على اختبارات الالعاب، وبعد كده اقول لكم التحديثات والتطويرات اللي نقدر نعملها في تجميع معانا. هنبتدي باول لعبه معانا GTA V على 1080p نورمال سيتنج، ومتوسط الفريمات بين 35 فريم ل 55 فريم. واللعبه اللي بعد كده معانا هي لعبه دايز جون 720p لو سيتنج، متوسط الفريمات 30 فريم. اللعبه اللي بعد كده معانا هي باتمان اركام نايت 720p لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 20 فريم ل 31 فريم. اللعبه اللي بعد كده الالعاب المفضله بالنسبه لي فار كراي 5 720p لو سيتنج 30 ل 35 فريم، متوسط الفريمات. بعد كده CSGO 1080p فيري لو، متوسط الفريمات بين 71 فريم ل 107 فريم. اللعبه اللي بعد كده معانا هي لعبه هيت مان 3 720p لو سيتنج 17 فريم ل 35 فريم. ما انصحكش تجربها عشان هي تجربه صعبه جدا. اللعبه اللي قبل الاخيره معانا هي لعبه فورتنايت على 900p لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 50 فريم ل 94 فريم، تجربة كويسة جدا. اللعبة اللي بعد كده برضو معانا هي لعبة فالورانت على 1080p هاي سيتنج، متوسط الفريمات 100 فريم. بعد ما شفت اداء
والتجميعة دي في الالعاب. اكيد حددت اذا كانت هي مناسباك ولا لا، بس انا شايف الصراحة ان الالعاب دي كويسة جدا يعني بالنسبة للفئة السعرية، وللعلم يشغل معاك العاب تانية غير الالعاب دي. بالنسبة للتطويرات، انت تقدر تغير كارت الشاشة وتجيب كارت شاشة كويس جدا، هو ال RX 550 ال 4 جيجا DDR5. الكارت ده تقدر تجيبه من اول 1700 جنيه لحد 2100 جنيه، وكارت كويس جدا ويقدر يشغل لك العاب كتير والعاب تقيله كمان زي اساسنز كريد ميراج على جرافيك هاي 30 فريم. تقدر كمان تطور في الرامات، وتقدر توصل الرامات لحد 16 جيجا، وكمان تقدر تطور المعالج ل i7 3470. وطبعا في التخزين تقدر تجيب SSD 128 او 256 فما فوق، وكذلك الهارد ال HDD براحتك يعني. بس كده يا معلم يكون الفيديو بتاعنا خلص والتجميعة بتاعتنا خلصت. لا عجل الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده